تعد الحضارة المصرية واحدة من أعظم الحضارات التي تركت أثراً لا يمحى في التاريخ البشري. فهي تعرف بمعالمها الفريدة التي تجمع بين المعمار والكتابة والفن والتقنية. وتعود هذه الحضارة إلى أكثر من 7000 عام، حيث ابتدأت من منطقة وادي النيل الخصبة. لقد استفاد المصريون القدماء من نهر النيل الذي كان شريان الحياة لحضارتهم. بفضل فيضاناته الدورية، تمكنوا من تطوير الزراعة وإطعام السكان، مما أدى إلى استقرارهم وبناء أسس الحضارة. يعتبر الفراعنة حكام مصر القديمة من الشخصيات المحورية الذين قاموا ببناء الأهرامات الشهيرة والمعابد العظيمة التي تزين منطقة الجيزة والأقصر وأماكن أخرى. تطلبت هذه الإنشاءات العملاقة تصميماً هندسياً معقداً وفهماً عميقاً للرياضيات والنجوم. أما في مجال الكتابة، فقد اخترع المصريون الكتابة الهيروغليفية، التي كانت تستخدم في النقوش الملكية والدينية وتعتبر من أقدم نظم الكتابة المعروفة. لقد كانت هذه الكتابة وسيلة لتسجيل الإنجازات الكبرى والمعارف، وقد بقيت شواهدها على جدران المعابد والمدافن. وفي الفن، أبدع المصريون في نحت التماثيل والتصاوير الجدارية التي تعكس جوانب حياتهم واعتقاداتهم، سواء كانت دينية أو اجتماعية. تعد الكثير من تلك الأعمال الفنية اليوم كنوزاً أثرية لا تقدر بثمن. تميزت الحضارة المصرية أيضاً بالتكنولوجيا المتقدمة نسبياً، مثل هندسة الري التي سمحت بزرع المحاصيل في أراضي الصحاري. كما برعوا في الطب، حيث تحتوي بردياتهم على معلومات طبية متقدمة لمنع وعلاج الأمراض. ولا يمكننا إغفال دور الدين في نسيج حياتهم، حيث كانت له تأثيرات كبيرة على ثقافتهم وعمارتهم وحروبهم وحتى في أنظمة الحكم. باختصار، أسهمت الحضارة المصرية القديمة في تشكيل تاريخ الإنسانية وأرست معالمها في مجالات متعددة، ما جعل العالم يقف في رهبة أمام عبقرية الإنسان القديم وقدراته الخلاقة. وإلى اليوم يظل العلماء والباحثون منشغلين بدراسة أسرار هذه الحضارة العظيمة وفهم تأثيرها المستدام عبر العصور.